شيك؟ شيك ايه؟ اوعى، ده ولد نصاب وحرامي. الشيك ده ما يتصرفش، ما ياخدش مليم واحد من حسابي، مفهوم؟ يا وحيد يا وحيد، عامل ايه؟ كويس. انت رايحة فين بالاكل ده؟ يعني هروح بيه فين يعني؟ جايبهولك عشان تفطر، يلا عشان تاكل. انت جايبه الاكل ده عشان نفطر سوا؟ لا، عشان اديه لامي. هتقعد تسأل كتير، هاكل واسيبك لوحدك. اصل انا مستغرب يعني. ما تستغربش يا وحيد، اصل انا يعني بصراحة قعدت مع نفسي لقيتك انت اكتر انسان واقف جنبي بالخير. ازاي يعني؟ يعني انت كنت صاحب ليا لما كنت لوحدي وما عنديش حد، ولما سبت الفيلا اللي جنبيكوا وكلمتلي دوسة عشان تشغلني. ده غير كمان لما شفت شجاعتك لما ضربت الواد اللي كان بيضايق سمر. بس انت خذلتيني يا جنة. كنت فاكرة ان حبي ليكي ده ضعف، غير ان انت عينيكي كانت على ايهاب خلاص والنبي يا وحيد، انا كنت غبية واستاهل ضرب الجزمة كمان. سامحني بقى والنبي يا وحيد، سامح. سامحتك يا جنة. خير يا حاج؟ خير؟ خير ده ايه؟ هيجي منين الخير؟ هو انا عمري هشوف خير طول ما ورايا الاستاذ ابن سعاد ده؟ كمال عمل ايه تاني؟ عمل ايه؟ الاستاذ راح البنك وقدم لهم الشيك اللي حضرتك بجلالة قدرك قطعته بايدك وطلب يصرفه من حسابي. طب وهم كلموكم البنك؟ ايوه يا استاذ، وقالوا لي الامضه امضتي والشيك سليم. الله، ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ اللي انت سمعته يا سبع البرومبا. انا سمعته ايه؟ الله، يعني كمال ادانا شيك بايظ؟ اداك انت. انا محدش يقدر يديني حاجه، انا راجل محدش يلعب بيا الكوره ابدا. على كل حال انا فلوسي رجعت لي والشيك انت هتجيبهولي. شيك ايه ده؟ انا لو شفته هقتله يا حاج. الله، اللي يعمل حركه زي دي يبقى ما ينفعش معاك كلام. طب بقول لك يا حاج، طب ما نبعت له ايهاب يقعد برضه معاه يشوف دماغه فيها ايه. ايهاب مسخن من سيدي الا ستي. الافندي راخر جاي لي عايز ياخد مني نص مليون جنيه، فاكرينها تكيه ولا نهيبه؟ لا، هم عايزين يورثوني وانا عايش، ده لا يمكن يحصل وانا موجود ابدا ابدا. طب بقول لك يا حاج، انا هخليك تضرب عصفورين بحجر واحد. انا كنت مأمن نفسي بالشيك. برافو عليك يا كمال، بس بصراحة أنا خايف أحسن تتأذي مني. خوفي من سيد الدقاق انا خرجته من حساباتي من زمان، وحقي هاخده منه يا بمزاجه يا بالقانون. لا لا لا، قانون إيه؟ اوعى تفكر تمشي في سكة القانون دي. لو فكرت كده يا كمال ربنا يديني ويديك طول العمر. احنا ممكن نحلها ودي واضحي بنص المبلغ. يعني إيه؟ عايز تتنازل له كده عن مليون جنيه حتى واحدة ليه؟ بس بشرط. ماشي، لو أنت متأكد إن هو اللي سرق أو ابن يوسف، لو متأكد بجد اتشرط، ده حقك يا كمال. امال مين اللي سرقني؟ امي الله يرحمها مثلا طلعت من التربه وسرقتني؟ هو شرط واحد مفيش غيره، يعترف بوحيد ويقول ان هو ابنه ويكتب الكلام ده في ورق رسمي، والا ورحمه امي لا هرفع عليه قضيه بالشيك. ولادك دول عصابه يا حاج. العيال دي من جواها كده مليانين غل، مليانين حقد. والله عندك حق يا يوسف، بس احنا لازم نكون معلمين ونتعامل مع العالم السوي دي بالراحه. خليهم هم يغرزوا في الطين كده حته في حته. بالك انت يا حاج، العيال دي حظها حلو ان انا مش فايق لها. يا سلام يا يوسف، ومن سمعك والله انا كمان مش فايق لهم.
اسمعني بقى، نعم يا حاج. انا يا ابني عايزك تسفرني يومين كده. سفرك يعني؟ عايزني افسحك يعني؟ تفسحني يا دي غشيم انت. انا عايز افك عن نفسي يومين، عايزك تهربني من الست دلال وزن ام دلال. على فين يا اسد؟ يا سلام يا جميل، حلو قوي. انت عايزني اقول لك؟ لا ان شاء الله مش هقول لك غير وانت بتوصلني. ما هو اللي اتلسع من الشوربه فوق الزبادي يا اسد. اسم الله عليك يا ابن الاسد. بقول يا حاج، هو حضرتك هتعمل ايه في موضوع السفريه ده؟ سفريه ازاي؟ بتاع ايه يعني؟ بتاع ايه؟ سفريه اسكندريه يا حاج، سفريه اسكندريه. اصل انا مش هينفع اسافر، وانت عارف السفريه دي مهمه، لازم انت اللي تسافر بدالي. والله فكرتني. سفريه اسكندريه. ايوه. وبعدين بقى، هو انت يا ابني مش هتعمل حاجه؟ انت هتفضل عايش بتاكل في قته محلوله كده؟ اتعلموا المسؤوليه بقى. لا اله الا الله، كل حاجه فوق دماغي انا. ما يصحش كده، انا كبرت. معلش، هعمل ايه بقى؟ ربنا يعيني. خلاص، ربنا يقويني واسافر انا المره دي. بس اعمل حسابك، المره الجايه انت اللي هتسافر. حاضر يا حاج، حاضر، تحت امرك. سفرية دي يا حاج. ها؟ سفرية مهمة تبع الشغل. رايح العين السخنة 3 أيام، عندي هناك مصلحة. هي اسكندريه ولا العين السخنه؟ ولا انا اللي باين لي سخنه ولا ايه؟ طب بقول يا حاج بالاذن انا بقى، عشان انا رايح السفريه بتاعت المحله اللي انت عارفها. السلام عليكم. محل تاخد. الواد عنده حق. جرام ودلال، جرام ودلال. ايه اسكندرية والعين السخنة؟ انت هتلخبطينا ليه؟ وبعدين تفرق ايه اسكندريه من العين السخنه؟ ما كله بحر ربنا ونافد على بعضه. لا تفرق كتير يا حاج، السخنة طريق واسكندرية طريق تاني، حدد عشان ما تتوهش. هتوه؟ طب خلي بالك انت من نفسك، ده انا توهك انت ومية زيك وزي امك. في دي بقى عندك حق. بقول لك ايه، ما تاخدني معاك يا حاج، خدني معاك اذا كنت مسافر، خدني معاك. الله، لا اله الا الله. جرابت انت هتشغلني رقاصه ولا ايه اللي خدني معاك؟ ما ينفعش. اولا ما ينفعش تسافري الطرق دي، سواء بتاع اسكندريه ولا العين السخنه، طرق كلها مطبات وانا خاف عليكي. ماشي يا حاج، انت صح، بس انا سألت الدكتور وقال لي مفيش مشكلة من السفر. وبعدين بقى مدلال، بتشوفي حل مع بنتك. ربنا يكرم ان شاء الله. بس انا هقول لها ايه؟ ما هي برضو اضرب مصلحه نفسها يا حاج. طب بقول لكم ايه، انا مسافر يعني مسافر. اللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه يشرب من البحر.